بفتح فقرات، 3 فقرات. شرط بوابة القلقلات غير شرعية بحوالي 8 كيل. وعاقب ذاك وجدت وحدات عسكرية مغربية، وزامن هذا الخروج مع خروج مجموعات من البطشية، ما يعرف بالبطشية هذه التسويت اللي جنتها العبد المغربي. وبالتالي مرقت من ايه؟ مرقت قيس رجلي مباشرة، رجلي تصدي بطولي شهم بافقاريش شقة الرجال. بدأت اشتباكات مباشرة، معناها اشتباكات عسكرية بين نحن والعبد المغربي. وهذه الاشتباكات هذه الاشتباكات كان جيش التحرير الشعبي الصحراوي يتصدى بحزم وبقوة ومتانة. يا غير مولي معاهم المدنيين، معاهم الرجال والنساء اللي كانوا فم مرابطين في لغة القرقرات. هذا كامل صد لهذه البطشية وحتى القوات المغربية. تم بعد ذلك استمر يعني الجانب القتالي معناها عنه تبادل النار، وتم إخلاء المدنيين بسلام. الحمد لله. وبهذا الإجراء، بهذا القرار اللي عدى المغرب معناها عنه أنهى وقف إطلاق النار. وعليه معناها عنه الاتفاق العسكري رقم 1 المبرم متفق عليه بين الطرفين في سنة 91 تم خرقه بشكل رسمي ونهائي من طرف القوات المغربية. لذا فإن الجبهة الشعبية لتحرير صقر حمراء وادي ذهب تعلن عن استئناف الكفاح المسلح. نعلق من الناحية القانونية الصرفة على الموضوع. أنتم تعرفوا على أن احنا والعدو المغربي أبرمنا اتفاقا تحت مظلة الأمم المتحدة 91، وبالتالي هذا الاتفاق صار المفعول لعدة سنوات. بما أن المغرب كان سباق لخرق وقف إطلاق النار، كان سباق لخرق وقف إطلاق النار، فإن الجبهة الشعبية والشعب الصحراوي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لن يبقوا مكتوفي الأيدي. وعليه بالمناسبة وراني رجعنا شوي من الصمت. وعليه بالمناسبة نؤكد كما أكدنا منذ السبعينيات اللي هي جبهة على اعتمادنا على الشعب الصحراوي، وعلى أن الشعب الصحراوي هو من سيحمي القضية الوطنية ويواصل المسيرة إلى غاية تحقيق الاستقلال الوطني. لذا هنالك إجراءات فورية لابد من التصنتولها وتعمل أساسها. أولا جيش التحرير ترحابه بكل رجل يلتحق بجيش التحرير الشعبي الصحراوي ليدعم الكفاح المسلح. صمتوا الحرب تستمر ان شاء الله والرجال يظنون والله. كل مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الموجودين الان وغير الموجودين هون في الخلف عليهم عنهم يلتحقوا مباشره بمراكز العسكريه كافه النواحي ابتداء من الان. كل النواحي صمتوا، كل النواحي كل الجيش الموجود تابع للنواحي يلتحق فورا
المراكز. اثنين، كل المتطوعين، جميع المتطوعين مع العالم الجامعة العسكرية اصلا يلتحقوا مكاتب التنسيق الموجودة في الولايات، معناها عنه كل دائرة أنا يديرون على الرابط. صنتوا نظامكم، صنتوا نظامكم. شوي قرار رسمي. شوف هذا قرار رسمي. هذا قرار رسمي. علاه؟ لأنه عملية التسجيل أمر ضروري، وعملية الضبط أمر ضروري. كل صمتوا ذاك العدل احنا راهو عندنا احنا هو كاملين ما فينا راسنا مخيم احنا من هو ما في جبهه تعدل السلاح ولكن شوف الميكروفون موجود لا شوي من صمت. قلت على انه جميع الدوائر عندها مكاتب عسكريه تعدل اللوائح مباشرة قلت عنه الدوائر تعدل اللوائح زي مكاتب التنسيق العسكري، واللي كامل لا هو عسكري ومطوع ومرحب بكم وسهلا يسجلوا مباشرة عند المكاتب. والخطوة الموالية راهي شريعة لعملية لاحقة ان شاء الله.